السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل بخير، صحة رمضانكم وصحة صيامكم. غير البارح دخل رمضان واليوم خلاص فات بالخف، ما فقناش به خلاص. واليوم بداو العشر الاواخر، ان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام ويقدرنا نكملوا وش بقى. إذا مع اقتراب العيد بقاو له فقط 10 أيام، قلت نبدأ معاكم سلسلة الحلويات، وجيتكم بوصفة تاع مقرود ولا مقروط ولا مقروض. انا درتو حجمه صغير فراح نسميوه مقيرط تاع مقلة. بنين بنين يسخف، وصفة تقليدية بسيطة، يجي معسل ويذوب في الفم. اذا راح نوري لكم الوصفة بكل تفاصيلها بدون تعقيدات، سهلة ماهلة. تبعوا معايا فقط وراح تتحصلوا على احلى مقرود ذقتوه مقبل. اذا واش نحتاجو كمقادير؟ نحتاجو 4 كيلات سميد، هنا خدمت بسميد متوسط. نحتاجو ايضا ربع مغرفة صغيرة تاع ملح، مغرفة كبيرة تاع فرينة، وهنا كيلة اللي كيلت بها سميد تاع سمن ذايب ناقص اصبع، راح نكملها بالزيت. اذا هنا السمن ذوبته على نار خفيفة هادية خلاص، ومن بعد حطيته في العبر تاعي وخليته حتى يبرد، يبقى تياد شوي فقط، يعني متخدموش به وهو كيك سخون. هنا راح نفرغ الكيلة تاع السمن. بالنسبة للسميد درت كيلات ممسوحين، يعني 4 كيلات ممسوحين، ما همش أو مملوطين، ما همش بومبي. والسميد انا نخدم مباشره من شكاره، تجي موايا، ماشي هذاك السميد الخشين، يعني يجي فيه شويه شيشه موايا مع سميد رطب شويه، يعني مخلط. انا هذا اللي نخدم به المقرود تاعي. كاين اللي يحبوا يخدموا بالدشيشه هذيك الخشينه، هذا يبقى حسب الاختيار، ويعني يبقى قضيه اذواق. اذا هنا بعد ما فرغت السمن راح نخدم المكونات تاوعي كامل، يعني طبلوا وانتم تخدموه شويه. بقاو تبسوا فيه حوالي 5 إلى 10 دقائق باش تتلبس كل حبة تاع سميد بالسمن. من بعد تجينا النتيجة مليحة بزاف. إذا هذه العملية أنا راح نقوم بها ليلة ما قبل، يعني هنا في العشية في الليل. بعد الفطور بسست السميد ونخليه، يعني نغطي الإناء تاعي ونخليه يبات غدوة من ذاك باه نكمل الخدمة. إذا غدوة إن شاء الله نتلاقى ونشوفوا كيف نكملوا باقي المراحل. غدوة من ذاك جبت الغرس ولا معجون التمر اللي نصفيه في الدار. طبعا ايفيتيو تشريو هذاك الواجد لانه يجيو فيه العلف تاع التمر مكسرين، فجيبوا الغرس عادي تاع البطانة ولا تاع الميزان وصفيه وحدكم يكون احسن. هنا طبعا بعد ما صفيناه كملنا، يلزم له المعاونه سورتو كي تكون الكميه كبيره شويه. فكي نكملو نرحيوه في الرحى، رحى تقليدي تاع الغرس هذاك يعني معروف، واللي تحب تمعسو بيدها عادي، فقط الرحى يعطينا عجينة متجانسة ونتيجة أحسن. هنا واش زدت له بعد ما رحيته؟ مغرف كبيرة زبدة، مغرف صغيرة قرنفل، مغرف صغيرة قرفة، وقليل من المزهر، وعجنته حتى نتحصل على عجينة طرية. كانوا تسوبريماو لي لقطات كي ضفت الزبدة والتوابل. هنا راح نحربشو، ندهن شوية ديال بالزيت ونحربشو، نستعين بكيس بلاستيكي. وهنا راح نحكم هذاك السميد اللي بسستو البارح وخليته ليله كامله يتشرب السمن، ونبدا نخدم به. هنا راح نجيب نصف الكميه فقط، راح نشمخ بالكونتيتي، يعني ما تبلوهاش كامله وتحصلوا فيها. هنا راح نحتاج كاس تاع ماء فيه مزهر حسب الرغبه، يعني تقدروا ديروا 3/4 مثلا ماء مع ربع ماء زهر، ولا نص بنص، ولا انا كيما هنا درت كاس ماء ودرت فيه قطرات من لارون تاع ماء زهر. هنا راح نبدا نلم بشوي فقط، يعني ندير قطرات ونخلط بالاصابع. هنا نورمالمون هاد الكيله راح تكفيني لهذاك السميد كامل، لانه تقريبا كي يكون نوعيه سميد مليحه راح يديلكم نفس الكميه تاع السمن، هي الكيله اللي كيلتو بها سمن نفسها تاع الماء. اذا هنا درت شويه، نخليه حوالي دقيقتين يتشرب شويه، يا ربي دقيقتين، المهم نعطيولو شويه فرصه انه يتشرب هذاك الماء. من بعد نعاود نرجع له نلقاه شرب كميه تاع الماء اللي رشيته بها، فنعاود له شويه فقط. هنايا ما تزربوش يدكم، رشوا بشوي فقط وحاولوا تلموا بلا ما تعجنوا. كيما راكم تلاحظوا هنا راح تبدا تلم معنا العجينه، نشكلوها كره ونبداو نخدموا المقرود تاعنا. هنا راح ناخذ فقط نصف الكميه،
والنص الاخر غطيوه ببلاستيك، ما تخليوش باش ما ينشف لكمش وتعاودوا تضطروا انكم تبلوه من جديد. هنا راح نستعين بكيس بلاستيكي، تقدروا تخدموا مباشره فوق البلون طرافاي. راح نبين لكم طريقتين يعني للمبتدئات باش تجيكم الخدمه سهله خلاص. اذا هنا بمساعده ساشي راح نحاول نحربش هذيك الكميه تاع العجينه، نديرها حربوش. هنا راح نخدم مباشره رقيق، يعني نديرو رقيق، ما نديروش خشين بعدا نبدا نمشي. ما من الحرابش تاع الغرس تاعي راني درتهم رقاق، يعني سوا على قد الحبه واجدين، مش حنمشيهم من بعده. يعني نبقاو هكا ندورو حتى نحصلوا على السمك اللي نحتاجوه. راح نقسموه هنا على زوج لانه جاني طويل شوي. ف غطيو دائما الكونتيتي اللي تنحوها، غطيوها، اما اذا تكونوا ما تخدموش بها غطيوها باش ما تنشف لكمش. هنا بعد ما تحصلت على هذا السمك راح نخدم بالاصبع بهذا الشكل، يعني نفتح فتحه وين راح نحط الحربوش تاع الغرس. راح نجيب حربوش يكون على نفس القياس اللي نحتاجه، ولا نقدر نقطعه عادي. فنحطه ونقفل عليه لاباط. كيما راكم تلاحظوا طريقه سهله خلاص، يعني اللي ما تعرفش خلاص تقدر ديرو. والساشي هذاك راح يساعدكم بزاف في الخدمه. ما تحيروش يعني كيفاش تهزوا هذاك البودة وتعاودوا تقلبوه، ولا راح بمساعدة الكيس راح تجيكم العملية سهلة خلاص. انا هنا نحتاج المقيرط تاعي يكون بومبي، فراح يعني نبقى ندور حتى نتحصل على اسطوانه بودان، يعني يكون مسقم مليح، ونقطع بواسطه سكين او كوبات على حسب القياس اللي نحبو. انا تحبوا حبه كبيره خشنوا البوده وكبروا التقطيع، تحبوا مقيرط كيما انا ديروا البوده رقيق وصغروا التقطيع تجيكم الحبه كيما حبيتوها. وهنا طبعا اللي تحب تشكل بواسطة الطابع تاع المقرود تقدر تطبعه من الفوق باش تعطيله هذاك ديسان ولا رشمة على حسب الذوق. انا نحبه ليس. بعد ما نهزو الحبه تاعنا نحاولوا نسقموها باطراف الاصابع، لانه من تقطيع اثر تقطيع تجي شويه خشفتو منين يفوت الموس تجيك شغل تتفتت شوي. فنسقموها بالاصابع ونعطيوها شكل جميل. راح نواصل بنفس الطريقه بقيه العجينه. انا غالبا المقرود تاع المقله نديروه هكا ليس، مش بالرشمه ومش منقوش. ولا المقرود تاع الكوشه نحبه يكون بالرشمه ولا بالطابع يعني، ولا ننقشو. اما هذا تاع المقله نشتيه هك، ونشتيه صغير غالبا. تاع الكوشه ندير الحبه شويه كبيره. يعني بالنسبة للشكل تبقاو أحرار، قادر ديروه كيما دوكا، يعني الطوابع راهم أشكال وأنواع. تقدروا ديروه مثلا بالطابع تاع الغريبية، ديروا كويرات تاع الغرس وتديروه كي المعمول، يعني يجي دائري وتحشيوه في الوسط بكرية تاع غرس. الشكل يبقى اختياري. هنا بعد ما كملت الكونتيتي الاولى نفوت للكونتيتي الثانيه. هنا لقيتها لبس عليها يعني كان تغطوها بصاشي ما تحتاجوش انكم تبخوها حتى ونشفت شويه، ضيفوا لها قطرات فقط. هنا راح نخدم مباشره فوق البلان طرافاي بلا ما نحط الساشي بنفس الطريقه فقط. هنا يعني راح يبقى البودان تاعكم ثابت ويعيكم شويه، لكن كل الطرق تؤدي الى رمى يعطيونا نفس النتيجه. فوالا راح نقفلو بهذه الطريقه ونمشيه، نبقى ندور فيه بيدي. هنا مش نستعين بالساشي، ندير نحربشو حتى نتحصل على شكل اسطواني، ونقطع بنفس الطريقه الحبات القيس اللي حبيته. اذا نفس الطريقه كيما راكم تلاحظوا.
شوفوا الحبات كيفاه جاو ما شاء الله مغرسين. الطريقه هذه تاع توجدوا الحرابش بالسمك اللي راكم حابين يكون الغرس الداخل في الحبه، يعني احسن من انه ديروا حربوش كبير وبعد تبقاو تمشيو. ما تقدروش تحكموا بالضبط يعني السمك اللي راح يجي من بعد داخل الحبه، يعني ما تحكموش فيه. اما بهذه الطريقه راح تكونوا على بالكم الشكل تاع او السمك تاع الغرس الداخل في الحبه كيف راح يجي. هنا درت فقط امامكم زوج حبات تاع مقرود نقشتو. انا راح نخليه ليس فقط، حبيت نوري لكم اللي حبيت يعني تنقش. هنا بعد ما وجدت كامل الكميه تاعي كملتها نخليه يريح. اذا هنا السر الثاني انه نخليوه يريح يعني مده. هنا كنت وجدته في النهار، خليته هنا بعد الفطور باه قليته. اذا هنا الزيت لازم تكون سخونه، ونحطوا المقرود تاعنا الاول ما تحركوش تاني يحكم روحه، ومن بعد بداو تقلبوا فيه عادي ما يصرالو والو. هنا بمساعده فرشيطه فقط نبقى نعس في الحبات حتى نتحصل على اللون اللي نحبه. هنا حسب الذوق، تحبوا تغمقوه ولا تخلوه فاتح. اذا هنا شتوني الزيت كيفاه عرفت بلي راها وجدت، درت كريه تاع عجين باش نتاستي بها، يعني كي تولي الكريه تاع العجين باللون تاع المقرود اللي انا نحبه نعرف بلي الزيت راها سخنت، او يعني وصلت للدرجه تاع الحراره اللي راني انا نسحقها. هنا بالنسبه للمقرود كي نخليوه يريح مده يعني بعد التشكيل حوالي 3 4 سوايع راح تضمنوا باللي ما راحش يتحل لكم كي تكونوا تقليو فيه. بلا ما تضطروا تضيفوا بيضه باه يعني يحكم لكم العجين. اصلا درنا مغرف تاع فرينه هي كفيله انه تخلي لاباط ما تتحلش. هنا بعد ما نحيهم مباشره سخونين من الزيت نحطهم في عسليه بارده اللي كنت شاركت معكم الوصفه راح تلقاوها في القناه. اذا هنا بعد ما وجد المقرود تاعي كنت خليته حوالي 5 دقائق ولا في العسل، ومن بعد نحيه نخليه يقطر ونحطوه في الكيسات. هنا راهو خرج ما شاء الله يذوب في الفم، راكم تشوفوا النتيجه قدامكم. بهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتشاركوها مع الاصدقاء. ما تنسوش تخليوا لي جيم وكومنتار. نتلاقاو في فيديو اخر. سلام.